السلام عليكم خوتي وخواتاتي. اليوم غنشارك معكم واحد الطريقه اللي غادي ديروها للطاجين الا شريتوه جديد، يعني الاستعمال الاول. شنو الخطوه المهمه اللي خاصكم ديروها الاناء ديالكم الفخار للطاجين قبل ما تطيبوا فيه اول مره؟ بهذه الطريقه هذه كيبنن لينا الماكله وما كيلصقش. طريقه تقليديه وسهله. فايت لي شاركت معكم كيفاش تحضروا الطاجين المره الاولى قبل الاستعمال، الطاجين اللي كيكون ما مزلش. واليوم غادي نشارك معكم كيفاش تحضروا الطاجين اللي كيكون مزلج. وهذا الطاجين كيف ما كتشوفوا معايا جديد، يلا خديته دابا من السوق. يعني الطريقه هذه كنديروها قبل ما نطيبوا فيه، قبل ما نحطوه على النار. اذا كيف ما شفتوا معايا كنجيبوا واحد الاناء، واحد السطل، ونعمروه بالماء، الماء بارد. من بعد غادي نضيفوا فيه واحد الحفنه ديال الملحه، سواء الحرشه او الملحه العاديه اللي كنطيبوا بها. حفنه ديال الملحه، وغادي نوضعوا فيها الطاجين ديالنا يترقد في هذاك الماء والملح. هاد الطريقه هذه سهله مهله بدون تعقيدات. وهنا من بعد ما زدت ليه الماء كنضيف الماء حتى كيتغطى لينا الاناء ديالنا، يعني الطاجين والغلاقه ديالو كيتغطاو بالماء باش هكايا كيترقدوا في هذاك الماء. ونبيتوه في داك الماء ليله كامله حتى الغد ليه ان شاء الله. عاد باش غندوزو للخطوه الثانيه. ها هو الطاجين ديالنا من بعد ليله كامله وهو مرقد في الماء والملحه. دابا غادي نزولو من الماء. هنا راه كيكون تشرب مزيان. صافي دابا غادي نغسلو غير بالماء، نشللو مزيان ونخليه حتى يستقطر وندوزو للمرحله الاخيره. ها هو الطاجين ديالنا من بعد ما غسلناه وخليناه حتى يستقطر مزيان ونشف. دابا غندهنوه بشويه ديال الزيت، ومن بعد غادي ندخلوه للفران. الفران اللي يكون سخون مزيان، بحال مثلا الا طيبتو فيه الخبز ولا طيبتو البيتزا ولا طيبتو شي حاجه والفران باقي سخون مزيان، غادي تدخلوه للفرن يشرب هذاك الصهد. يعني غير تدخلوه للفران، طفيو الفران وباقي سخون، دخلوا الطاجين وخليوه، ماشي تخليوه شاعل. يعني تنطفيوه وندخلوا الطاجين ديالنا ويشرب هذاك الصهد كامل اللي عندنا في الفران. وكيف كتشوفوا غندهنوا الطاجين وندهنوا الغلاقه حتى هي بالزيت. ها هو الفران ديالنا، يلاه دابا ساليت منه، طيبت فيه الخبز. دابا اول حاجه غادي نطفيه وندخلو الطاجين. صافي غادي نسدو عليه ونخليوه يتشرب هذاك الصهد ديال الفران حتى على خاطرو حتى يبرد الفران تماما، ومن بعد نخرجوه ونستعملوه. وهنايا خليته حتى برد عليه الفران تماما، والطاجين ديالنا راه كيكون نشف من الزيت. غنخرجوه باش تشوفوه. ها هو كيكون ناشف، ما كيبقاش فيه الزيت نهائيا. هانتوما شوفوا، فكيبقى كيخرج ناشف من الفران. حتى الغلقه حتى هي راه كتخرج ناشفه، شربات هذاك الزيت كامل. صافي دابا كنستعملوه مباشره ملي كنبغيو، صافي كنستعملوه هكا. كيكون عندنا الطاجين ديالنا كيبن لينا الماكله كيف ما قلت لكم. المهم غير ملي نبغيو نطيبوا فيه صافي غادي نغسلوه عادي، نغسلوه ونطيبوا فيه مباشره. هذه هي الطريقه ديال تحضير الطاجين اللي كيكون مزلج، او تقدروا ديروها حتى الطاجين الاخر اللي مزلش. طريقه جد سهله وبسيطه وعمليه.